يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. من فتره كده كنت نزلت فيديو بتكلم فيه عن موبايل ليجندز واونر اوف كينجز وقد ايه هم العاب بنت لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو. المهم الفيديو ده جاب مشاهدات طرش وحقق نجاح حلو قوي عشان انا جامد طبعا يعني، وعملاق في اليوتيوب وسفاح في المشاهدات وعاشق صوت ودان فنان تامر جيار. المهم ان ظهر بقى ايه شويه كومنتات حلوه كده بقى، كومنتات هديه بقى فاهم، من ضمنها كومنت للراجل المحترم ده اللي انا بصراحه قعدت شهر يعني احاول افك اللغز بتاعه وافهمه بس فشلت صراحه. فلو تعرف تفهمني الكومنت ده بيقول ايه اكون شاكر لك جدا. المهم انا من وسط العتمه ديت يعني كلها لمحت الكلمه ديت ان ليك بتموت، وبعدها اكتشفت ان في ناس كتير يعني بتحكي في نفس الموضوع ده، وانا بصراحه يعني ما اضحكش عليك انا كنت مستغرب زيك كده اللي هو يعني ازاي يعني يا جدعان في ايه؟ لعبه تموت ايه؟ لعبه ايه اللي هتموت يا جدعان؟ لازمه تحميل وناس كتير بتلعبها وليها كوميونتي ضخم وبطولات عالميه وجوائزها بالملايين فاهم، فاللي هو ازاي يعني كل لعبه بتموت؟ فقررت اطلع المحقق كل اللي جوايا وابحث في الموضوع ده. فبعد بحث طويل طبعا وتمحص فيعني هل وايلد دريفت فعلا بتموت ولا ايه الكلام؟ ناخد بس الاول رشفه من كوب الشاي، خربوش الشاي اللي احنا عاملينه بصور الصبح خلي بالك يعني. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ انزل اعمل لايك بقى فاهم وسوي اشتراك وده سبسكرايب ويلا نخش على الفيديو. يكتشف الغامض والمثير، يستكشف بالعقل الكبير. كونان الرجل الصغير يسعى دائما. المحقق كونان يبدو واثقا، يعمل جاهدا، لا يخشى المحن. كونان حدقه، كونان صدقه، اسرع فالزمن يجري يا كونان حدقه. سبويلر اليرت، لا يا جماعه اللعبه ما ماتتش ومش هتموت ولا قريب ولا بعيد. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشورت في البسين. لكن ممكن تموت. انت بتقول ايه يا عم؟ انت بقى انت بتقول ايه يا عم؟ انت اللعبه هتموت ولا لا؟ خلصنا. بص عشان يعني نفهم الموضوع كويس محتاجين نرجع بالزمن لورا قوي قوي كمان، تحديدا 2016 لما نزلت لعبه للموبايل اسمها موبايل ليجندز. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. موبايل ليجندز نزلت من هنا، والصياح والجرجره في المحاكم والقواضي والرتح بتاع النسون اشتغل من هنا. رايوت رفعت جميع انواع القواضي وجميع انواع بوستات التهزيق اللي انت ممكن تتخيلها على اللعبه بنت الكلب دي. بأدب وبيتكلم بأدب، لكن هذا النكره انت قاعد من اسيوط يالا ولا من فين يالا؟ لا فاهم اللعبه حرفيا يا جدعان تحسها ليج بس معموله بموبايل نوكيا فاهم، ما تفهمش الشمبيرات كلها الجيم بلاي كل حاجه متاخده من ليج بشكل بشع. دول ما كلفوش نفسهم يا جدعان يغيروا اي حاجه يعني. بس احنا مش هنتكلم هنا عن موبايل ليجندز يعني، احنا هزقناهم كفايه خلاص يعني. في الفيديو السابق ده روح شوفه لو ما شفتوش يعني. المهم ان رايت بقى عشان تحل الازمه ديت جت سنه 2020 اعلنت عن لعبه ليج اوف ليجندز وايلد دريفت فاهم. اللعبه دي هتنزل موبايلات تمام، الدنيا قامت ما قعدتش فاهم. يعني اللعبه كانت نازله عليها اكسبكتيشن كتير قوي فاهم وتوقعات يعني، واي حد في الوقت ده بالذات كان منتصر اللعبه، ويوتيوبرز كتير ظهروا فاهم في الوقت دوت يعني بيتكلموا عن وايلد دريفت وفعلا اللعبه في بدايتها يعني ما خيبتش توقعات. اللعبه كانت ناجحه جدا وكانت بالنسبه لي افضل من دلوقتي. تخيل رغم التحديثات الكتير اللي حصلت اللعبه كانت زمان افضل من دلوقتي. بس شايف السبب اللي خلى اللعبه تنزل من الاول اصلا هو المنافسه. اللعبه كانت نازله يا جدعان تنافس لعبه مكتسحه العاب الموبا على الموبايل فاهم، والعاب الموبايل عامه يعني. وايلد لما نزلت بعقليه العاب الاي سبورتس بتاعت الاي بي سي فاهم، بتاعت البي سي. برايي النهج ده لو كان كمل وايلد كانت هتبقى افضل من موبايل ليجندز بكتير. طبعا بتكلم من ناحيه الارباح وعدد اللاعبين يعني مش مستوى يعني. اللعبه ولا كمان كانت صعبه، كانت بتقدم مستوى تنافسي عالي على بدايتها وده كان المطلوب يعني. ده المطلوب منك كلاعب اي سبورتس تنافسيه، التنافس في المقام الاول يعني. انا اعرف واحد الواد ده يعني كان بيشتغل الصبح وبالليل بيخش جيمين فالورانت كده. الواد ده بنسمع صياحه من القاهره يعني، انا في المنصوره قاعد في المنصوره بسمع صياحه من القاهره. الراجل بعد كل جيمين يا جدعان كان بياخد حبتين صداع فاهم وحبتين بنادول وواحده تامول وبدا يشرب قهوه تحسه بيعلي فاهم، بيشرب بتاع مخدرات. ابدا اصل الحمد لله الناس بتحبني يعني. انا لو وقفني بلطجي البلطجي ده واخدني قدوه ومثل اعلى فعمره ما يثبت. كمل الشلل اللي كان بيجي له وهو بيلعب جيمين بس فاهم فور فن يعني. بس كان بيعوض ده بقى ايه ان هو بيخش بطولات وبيكسب يعني. تخيل يعني ده كان بيخش بطولات ومشارك في تيمات وكده وكان بيكسب. وهو ده الفكره اللي مخلي ليج نسخه البي سي عايشه لحد دلوقتي
خلاف التحديثات المستمره طبعا يعني فاهم، والاغاني والاركان والكلام الجميل ده كله. هو التنافس يا جدعان، لعبه صعبه، لعبه صعبه فعليا. الاتجاه ده الف وايلد ريفت، يعني وايلد اصلا لعبه تنافسيه، فتخيل لعبه تنافسيه ما فيهاش اي نوع من انواع التنافس. ازاي بقى؟ عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ ده بالعكس كمان، دي اللعبه اتحولت لعبه تجاريه، يعني كل باتش 30 40 سكن فاهم، وافكتات وحركات. اللعبه تحسها معرض الدولي للازياء فاهم، اللي هو من كتر السكنات اللي بتنزل كل باتش دي يعني فيها يا جدعان. وكلكم بقى موضوع ان هم ينزلوا سكن ليجندري، وبعدها مسك كروما السكن الليجندري، وبعدها برستيج مسك كروما السكن الليجندري. يعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله يا ولاد الوسخه. ويا ريتها بقى فاهم حاجه مختلفه عنهم. ده يعني يا جدعان المختلف تقريبا هو اللون فاهم، هو اللون المختلف في السكن فاهم، واحد باللون البطيخي فاهم، وواحد تاني باللون الليلا. ويعني يلا يا عم بقى عملنا لك سكن اهو بقى فاهم، هات كل ثروتك فاهم، هات كل ثروتك يلا عشان سكن لاكس الجديد. بص منظر امي عامل ازاي، خلي عند دين امك دم يا ابني. وانا بصراحه مش فاهم يعني هو ايه حكايه سكن لاكس الجديد اللي بينزل كل باتش ده. يعني يا جماعه لاكس بينزل لها سكن كل باتش، دي بجد حاجه مستفزه يعني. انا مش فاهم يعني الموضوع ده مستفز قوي. يعني حد بيطيق لاكس اصلا، حد اصلا بيطيق لاكس عشان يلعب عشان يشتري سكنات؟ الاول اللي غيظك في ناس اشتريها سكنات لاكس كلها. انت ما بتقومش خالص في مكانك ده، لا بتفتح باب ولا بتقفل باب. تصدق بالله انا اول اقومها من شهر ساعه لما خدتك هنا بالحضن. يعني في ناس متوحده فاهم، ما تفهمش مضيعين ثروه ابوهم وامهم فاهم، وورث جده فاهم، وشاري سكنات لاكس كلها. حتى جت على قد السكن، لا دول بينزلوا السكن باوسخ نظام شراء في التاريخ، نظام الجشع ابن الوسخ، قلب ابن السكنات العاديه لو بتاخد ثروتك، فنظام الجشع ده هيخلص عليك بقى، ده هينهي على حياتك يعني هياخد صحتك. تخيل كده يعني تدفع فلوس عشان تدفع 10 شيستات، نسبة ان ظهور السكن فيهم 1%، وممكن اصلا ما يطلعلكش السكن اللي انت عايزه. يعني ده يعني هو انت مش بتختار السكن اللي انت عايزه، لا ده انت مثلا عشان تختار السكن اللي انت عايزه بقى افتح يا معلم 20 شيست فاهم، اللي هو ضعف الشيستات اللي انت دفعتها. فتخيل مثلا تكون دفعت 1000 جنيه عشان يظهر لك ايموت فاهم، يلا دفعت لك 1000 جنيه كده فاهم، فانت عشان تجيب السكن بتاعك بقى 2000 جنيه يلا فاهم. لا ده ارقام، ده بفترض ارقام طبعا يعني هي اكتر من كده غالبا يعني. فاللي هو يا جدعان انا مش فاهم ايه الحكمه من النظام دوت، ومين اللي عامله ومين اللي اخترعه. يعني حاجه قمه في الجشع يعني. ليج بي سي يا جدعان ووايلد ريفت هم نفس الاسم فقط، لكن توجههم مختلف تماما كلعبه كجيم بلاي ككل حاجه، وحتى كنظام ربحي. وانا ما عنديش مشكله مع الالعاب التجاريه اصلا، يعني كل الشركات حاليا هدفها الربح بسبب ان احنا في عالم راس مالي بيحكموا الماسونيه وزيت زازا فهم الحاجات ديت. وعندك مثال على كده فورتنايت اللي هعمل فيديو عنها قريب، يعني في فيديو نازل لفورت قريب فاهم. فورت رغم انخفاض شعبيتها، وقصدي هنا يعني اللعبه ما عادتش ترند يعني مقارنه ب 2018 2019، يعني مش انها بقت وحشه لا فاهم، هي لسه من انجح الالعاب طبعا في العالم، وعدد لاعبيها زاد بالرغم انها بقت تجاريه بشكل متخلف، الا ان اللعبه فيها اهتمام، يعني فيها اهتمام بالقصه بتاعت اللعبه. ايوه فورتنايت لها قصه فاهم، اللعبه ما اهملتش العنصر الاساسي الا هو الصعوبه والمنافسه فاهم. يعني اي نعم هو تنافس معاق شويه بسبب ان اللعبه بقت اصعب من اللازم بسبب كوميونتي البرو بيلدرز فيها، والفجوه الزمنيه بين لعيبه البرو بيلد يعني ولعيبه الزيرو بيلد يعني ما تفهمش يعني. لكن وايلد بقى هل في تنافس؟ لا يا عم دول شالوا الاي سبورتس من المنطقه العربيه فاهم، قال لك بقول لك يابا ما بنعتمدش، مش بنعتمد اي سبورتس عندكم انتوا على بنت كلب فاهم، انتوا مالكمش بطولات عندنا، يلا مش روح العب بعيد اشتري سكين لاكس فاهم، وروح العب لك جيمين بي بي بقى يلا. فهل في تنافس؟ لا. هل في ماتش ميكنج؟ لا. ماتش ميكنج زباله اصلا، ماتش ميكنج خرا ما يتلعبش يعني. هل في نظام رانك يوحد ربنا؟ لا ما فيش نظام رانك يوحد ربنا. هل في كوميونتي عدل؟ الكوميونتي كله توكسيك على الفاضي، يعني توكسيك على الفاضي، دي ما فيش حد بيعرف يلعب وكلهم بيتوكسيكوا على بعض. هل في سكنات حلوه؟ بصراحه في سكنات حلوه يعني، دي الحاجه الوحيده الحلوه في اللعب اصلا. تخيل ما فيش سكنات حلوه يبقى موتوا خراب ديار حضرتك. واحد بقى محنك يطلع يسالني من المحنكين طب ايه يا عميد يا ملك الهربده، طبعا هو ما قالش كده بس انا يعني حطيتها كده عشان الحبكه الدراميه والعمق فاهم، افهم بس صح معايا. فيقول لي طب ليه لسه في ناس بتحب تلعب وايلد ريفت وعندها ولاء للعبه ديت؟ بص اجابتي على السؤال ده بسيطه جدا، هو البراند ذات نفسه. بص الاسم بتاع ليج اوف ليجندز ذات نفسه هو اللي لسه لحد دلوقتي مخلي ناس تلعب وايلد ومهتمين باللعبه والكلام ده. طبعا انا مش بنكر ان في تحديثات اخيره اللعبه كانت يعني بتضيف كميه اضافات فاهم، وبتشقلب المابا فاهم،
يعني والكوميونتي الجبار بتاع وايلد طبعا فاهم. كل باتش انا فاهم الكلام ده كويس، وفاهم ان هم رجعوا يدعموا المنطقه العربيه فاهم، بدليل الايفنت رمضان اللي كان نزل من فتره فاهم، وان هم كل ساعه بينزلوا نظام رونز فاهم، يغيروا في الايتمز. يعني انا فاهم كل الكلام ده طبعا. بس يا جدعان تخيل اللعبه دي مثلا في سنه 2020 وايلد كانت لعبه موبا عاديه مالهاش علاقه بليج، يعني ما كانتش تبع ليج اصلا، ما كانتش تبع رايوت، كانت حرفيا مزبله في التاريخ فاهم. كانت اللعبه تتلعب شويه فاهم، الله لعبه جميله حلوه فاهم، وبعدين تتنسي، وبعدين الناس تنساها. يعني بص رايوت عامه يعني كانت شركه غير ربحيه فاهم. اول ما ليج نزلت سنه 2009 اللعبه كانت مجانيه في زمن الالعاب كله كان بفلوس. رايوت كانت بتسوق لنفسها عن طريق الخساره، بتخسر بس بتعوض الخساره ديت عن طريق انها بتجيب زباين جدد، والدعايه بتاعتها بتنزل سواء الاغاني بقى اللي بتنزلها اللي بتجذب الناس للعبه اكتر فيشتروا سكنات فاهم، او عندك مثلا اركين فاهم، او سواء العالم بتاع اللعبه والقصه فاهم والكلام ده كله. يعني عشان اختصر لك الموضوع دوت، تخيل مثلا انك داخل سوبر ماركت عايز تشتري مثلا عرض على العصير مثلا، وصاحب المحل يخسر في العصير ده، بس هو حاطهولك في اخر السوبر ماركت فاهم. لو انت مثلا على ما توصل للعصير هتاخد لك شوكولاتايه كيس شيبسي فاهم بتاع حاجات، فيبقى عوض الخساره وكسب في نفس الوقت فاهم. ودي الفكره كلها من الموضوع ده. بالاضافه بقى الوايلد دريفت طبعا. فوايلد دريفت بالنسبه للليج هو مشروع ربحي، يعني بالنسبه للرايت هي مشروع ربحي ما عادش تنافس خالص يعني فاهم. فدي مشكله يعني. طبعا نتمنى الوضع ده يتصلح وصوتنا يوصل لصاحب شركه رايت جيمز فاهم، ويدوا بفه فرص عشان بقى ضعيف قوي بصراحه، ويشيلوا ريفن من اللعبه عشان الواد ده ما يجيله اكتئاب فاهم. انا عايز الواد ده يجيله اكتئاب ما بحبوش. واحد دلوقتي من محبين المحتوى التعليمي والتوعيه والنور الثقافيه هيطلع يقول لي طب ايه الحل ده يا عميده ملك الست يارده تاني معلش تاني طلب تاني بصراحه. بص انا ما كنتش متوقع السؤال بتاعك ده يعني، لاني مش من عوايدي ندي حلول، انا راجل كوريكتور يعني، ولكني هجاص اكتر من رضا عبد العال، فانا هتواضع وارد عليك. بص الحل ان اللعبه تبدا تهتم باللاعبين اكتر يعني شويه يعني، وده كان اساس ليج انها تهتم باللاعبين اساسا، ده اللي كان مخلي اللعبه فاهم لسنين طويله تعيش. اللاعبين دول اساس الجيم، يركزوا على نظام الرانك جديد مثلا، يضيف متعه للعبه فاهم، مش ان هو فاهم يعني يكون زي ليج بي سي فاهم، اقل حاجه يكون زي سيزون 0 حتى او زيه فاهم. لكن النظام الحالي ده انه اقعد ساعتين لعب يعني لسه محمل اللعبه، اقعد ساعتين لعب اطلع من ايرون للدايموند، ده هبل، ده هبل فاهم. وطبعا يضيفوا صفر عربي عشان البنج اللي بيوصل 200 و300 وارقام غريبه، ده بنج بقى لا يطاق فاهم. ويفكون بقى موضوع السكنات ده بقى يعني عشان مبدئيا كده مش باكل عيش، هو باكل عيش جامد بصراحه يعني، بس ما هيكون افضل يعني او اقل حاجه يبطلوا ينزلوا سكنات لكس فاهم، يعني مره في السنه مره في الشهر بلاش خالص، هيكون افضل والله. طبعا كان في اسباب كتير ممكن اقولها بس يعني عشان وقت الفيديو بس. طبعا اسف ان انا طولت عليك في الاخر برضو يعني. اكتب لي انت بقى اسبابك تحت في الكومنتات، ولحد ما الفيديو ده يوصل للعالميه فاهم، ورايت جيمز والقناه دي تتعرف بقى فاهم، وناخد دولارات ده وكده، ونعمل لكم جيف اويز والحاجات اللي انتوا بتحبوها ديت. جيف اوي بقى جايه بقى كتير يابا فاهم. انزل بقى دوس اللايك، اشترك في القناه، وفعل زر الجرس، تابعني على الفيسبوك الانستجرام، وبس يا باشا. ده كان كل عندنا النهارده. بيس. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta